على دسترة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، فالنهوض باللغة الأمازيغية قطع أشواطا هامة منذ سنوات وشرع في إدماجها في المنظومة التربوية والإعلام العمومي. تقرير نبيل أزرقان. مغرب متصالح مع ذاته وهويته. الوثيقة الدستورية الجديدة تعترف رسميا بتعدده الثقافي وبروافد هويته الوطنية من ضمنها الأمازيغية، ولأول مرة في التاريخ الدستوري المغربي يتم الاعتراف بالثنائية اللغوية بالمغرب بدسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، إذ ينص الفصل الخامس من الدستور على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وينص الفصل أيضا على قانون تنظيمي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية. ووفقا للفصل الخامس دائما يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفية سيره. دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية مكسب هام ومنعطف إيجابي جديد في مسار تدبير الشأن السياسي والثقافي واللغوي في بلادنا، وتتويج لمسار طويل في درب النهوض بالأمازيغية. والاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية عرف مراحل متعددة منذ خطاب أجدير، حيث تم الإعلان عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودخول الأمازيغية أبواب المدرسة وولوجها مجال الإعلام. ويأتي الدستور الجديد تتويجا لهذا المجال الحافل بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية. حج زكري ومبارك زمني. دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية يعد تتويجا لمسار إعادة الاعتبار للأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة. هذه المبادرة الرائدة فتحت باب النقاش والحوار بين مختلف مكونات المجتمع الذي عبر عن دعمه لهذه الخطوة الفريدة من نوعها. أعتقد أن لتنزيل ترسيم حقيقي للغة الأمازيغية يجب أولا أن نحافظ على المكتسبات، منها تعليم اللغة الأمازيغية، منها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومنها أيضا كتابة تيفينا اللغة الأمازيغية بتيفينا. فهي شي حاجة اللي هي مزيانة بالنسبة للمغاربة كافة، أنهم يتعلموا واحد اللغة جديدة زائد العربية زائد اللغات الأخرى اللي هي مرسمة الفرنسية أو الإنجليزية. النهوض باللغة الأمازيغية والارتقاء بها سيضمن لا محالة مساهمتها في التنمية المحلية، وذلك في إطار التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة. المرحلة الصعبة واللي مهمة جدا هي المرحلة ديال إنجاز أو إنتاج القوانين المنظمة لعملية التدرج ديال الدستورة ديال الأمازيغية والتنزيل ديال هذه الدستورة على المستوى الواقع. ترسيم اللغة الأمازيغية إذن سيتم ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفية إدماجها في التعليم وفي القطاعات ذات الأولوية. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف السيد عدي سباعي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. سيد سباعي مرحبا بكم. مرحبا. بداية أنتم كهيئة سياسية ما هي الأهمية التي تكتسيها دستورة الأمازيغية باعتبارها رصيد مشترك لكل المغاربة؟ نعتبر أن دستورة الأمازيغية في الدستور الجديد هي في العمق دستورة للتنوع الثقافي الهوياتي الذي يميز الثقافة المغربية ويميز الهوية الثقافية للمغرب بمختلف مكوناتها الإسلامية العربية الأمازيغية وبروافدها المتوسطية والإفريقية والعبرية. نعتبر أيضا أن هذه الدستورات تأتي للتأكيد على أن الديمقراطية الثقافية هي إطار أساسي للديمقراطية بمفهومها الشامل. أيضا في منظورنا كحركة شعبية نعتبر أن إنصاف الأمازيغية في هذا الدستور الجديد
هو تأكيد للتعددية الثقافية بعد أن نضلت الحركة الشعبية إلى جانب مكونات أخرى من أجل إقرار التعددية السياسية منذ بداية الاستقلال. سيد سباعي، الفصل الخامس من دستور جديد ينص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، يعني في نظركم ما هي القيمة المضافة اللي يمكن تضاف؟ بطبيعة الحال هذه المؤسسة الجديدة التي نص عليها الدستور وأكد على أنها ستصدر بموجب قانون تنظيمي سيحدد اختصاصاتها ويحدد أيضا هيكلتها، ستكون مؤسسة تهتم بجميع اللغات المغربية، وستكون مؤسسة لتنسيق لوضع استراتيجيات لهذه اللغات. وإذا لاحظنا اسم المؤسسة فهي تهتم باللغات وبالثقافة المغربية. هذا الاختيار لم نقل الثقافة المغربية، قلنا الثقافة المغربية على اعتبار أن هناك نسيق أو نسق يجمع هذه الثقافة بتنوعها. لهذا نراهن كثيرا في منظورنا كحزب على هذه المؤسسة التي أكد أيضا الدستور على أنها ستنسق عمل باقي المؤسسات المهتمة بهذه اللغات وبهذه الثقافة. أريد أن أؤكد أن شيء مهم أيضا في هذا الدستور، أن المغرب الذي حسم اختياراته الاقتصادية وحسم اختياراته السياسية عبر اعتماد التعددية والخيار الديمقراطي يأتي اليوم ليحسم الاختيار الثقافي أو الاختيارات الثقافية للمغرب، محددا المشروع المجتمعي الذي نناضل من أجله جميعا، وهو مجتمع ديمقراطي تنموي دائم التمسك بهويته الأصيلة والمتنوعة. أدعوكم سيد سباعي إلى متابعة روبورتاج من خنيفرة، إذ يعاني العديد من ساكنة بعض المناطق التي تتكلم اللغة الأمازيغية خصوصا بالوسط القروي من إشكالية التواصل مع غيرهم ممن لا يتكلمون اللغة الأمازيغية. عن هذا الجانب نتابع روبورتاج فاطمة أنجدام أحمد الفاضلي من خنيفرة. أمام المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة تستريح فاطمة التي تجاوزت 8 عقود لتستأنف بخطواتها البطيئة وبجسدها النحيف مسيرتها نحو قسم المستعجلات، حيث تبدأ معاناتها اللغوية إلى جانب وضعها الصحي. أحس بألم في بطني، أعطاني الطبيب الدواء ولم أشتريه لأنني أعرف أنه لم يشخص مرضي لأنه لا يعرف ما أقوله. حكم العمل ديالي في المنطقة ديال خنيفرة اللي 100% ديال الأمازيغيين اللي كاينين، والتجربة اللي كانت عندي في العالم القروي في الحقيقة، لأن إلا ما فهمتيش الإنسان شنو كيقول ما يمكنش تشخص المرض ديالو، ما يمكنش تكتب ليه الدواء ديالو. إذا ضروري خصك تفهموا شنو تيقول، لأن واحد الإنسان اللي كيجي كيعبر على شي حاجة اللي تيعاني منها. هي إذا معاناة مستمرة لهؤلاء المواطنين الذين لا يفهمون من اللغة العربية سوى الانتظار. جئت من مدينة مريرت، أتكلم فقط الأمازيغية. انتظرت طويلا، لا أحد يفهم ما أقوله وأنا أنتظر دائما، وإذا كنت لا تفهم العربية فسيطول انتظارك. في حالة إلى الطبيب دار مجهود وحاول يتصنت ليه يقدر يوقع مشكل في التشخيص، يقدر المشكل أن السيد حتى ديك الأعضاء ديالو ديال الجسم ما كيعرفهاش باللغة العربية، دونك يقدر يكون يبغي يهضر ليه على القلب وهو كيهضر ليه على الرية ولا شي حاجة بحال هكايا. إذا كاينة مشاكل واللي هي مشاكل حقيقية وموضوعية وملموسة، وحنا كنعينوا هذا الشيء تقريبا بشكل شبه يومي. كيف يمكن تقريب المؤسسة الاستشفائية من المواطنين وتدبير إشكالية اللغة في هذه المناطق التي يتحدث سكانها الأمازيغية بنسبة 90%؟ فالصحة نموذج يرصد بحدة معاناة هذه الساكنة التي تتطلع إلى أن يكون التعاقد السياسي بترسيم الأمازيغية في الدستور تعاقدا ينعكس على الواقع المعاش. السيد سباعي، تعليقكم على هذا الروبورتاج وإشكالية التواصل؟ ما رأيناه في الروبورتاج أكبر مبرر لهذه الدسترة، نعم. لأن إذا لاحظنا أن فلسفة الترسيم أو فلسفة الدستورية في ترسيم الأمازيغية هو متوجه لهذه الفئات الاجتماعية وللناطقين بالأمازيغية المحرومين من حقوقهم في الخدمة العمومية، كما أكدها أيضا الدستور اليوم الذي قال بضرورة ديمقراطية هذه الخدمة العمومية. وأعتقد أن ترسيم الأمازيغية سيمكن الناطقين بالأمازيغية من استفادة من حقوقهم في مختلف الإدارات. وهنا ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تنزيل وإعمال دستورة الأمازيغية؟ أعتقد أولا أن هذا المعهد سيكون خاضعا حسب الدستور إذا فهمنا مضمونه للاستراتيجيات التي سيرسمها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وأيضا لابد أن نذكر بأن المعهد
الملكي للثقافة الأمازيغية هيئ اللغة المعيارية، هيئ تيفيناغ لتكون حرفا رسميا لتدريس هذه اللغة، وقام بمجهود في تنسيق مع الحكومة السابقة رغم الإخفاقات والنجاحات في مجال التعليم وكذا في مجال الإعلام. إذن أمامه مزيد من الدور على المستوى التقني والأكاديمي لإنجاح هذه العملية. إذن في نظركم هل يكفي التنصيص على دستورة الأمازيغية أم ترون بأن هناك حاجة ملحة لتشريعات أخرى مثلا؟ بطبيعة الحال كما جاء في الدستور فلا يكفي فقط التنصيص على الدستورة، ولكن الدستور نفسه أو الفصل الخامس ينص على قانون تنظيمي سيمكن من تفعيل وإجراءات هذا الترسيم. ما ننتظره نحن كمكون سياسي وأن تعجل الحكومة المقبلة والبرلمان المقبل بإخراج هذا القانون التنظيمي الذي سيمكن من أجراءات هذا الترسيم عبر حفظ المكتسبات المحققة على مدى 10 سنوات منذ الخطاب الملكي في أجدير، يعني ترسيخ التعليم في إطار التعميم والإجبارية، أيضا ترسيخ تيفيناغ كحرف لتعليم هذه الأمازيغية، وإطلاق حملة وطنية لتدريس اللغة الأمازيغية بتيفيناغ. وأيضا هناك مراحل كما حدد القانون التنظيمي، ستكون هناك أولويات، سنبدأ بالتعليم وهذا تصورنا، ثم الإعلام، ثم في أفق الوصول إلى تعميمها في الإدارات العمومية مستقبلا. بمعنى آخر أن الأمازيغية ستكون يعني ستفتح بابا لاستثمار مختلف الطاقات الوطنية في باب التنمية. نعم، شكرا لكم سيد عبد السباعي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. شكرا. افتتاح المهرجان تميز بإلقاء كلمات ثمنت